ايه نظام الباقات ده بقى؟ ان انت تروح لشركه الدعايه تلاقيهم بيقولوا لك انا هعمل لك 5 تصميم و5 ريل واداره محتوى وهكتب لك مش عارف ايه ب 10000 جنيه، وفي باقه تانيه ب 15000 وباقه ثالثه ب 20000. وانت بقى يا اللي بتشتغل في الملابس واللي بيشتغل في النظارات واللي بيشتغل في الطب، اي مجال من المجالات هياخد نفس الباقات. طب هو حدد بناء على ايه الباقه ديت تنفعك انت وتنفع الاندستري بتاعتك ولا لا؟ على الله. هو اداك باقه يا باشا اشتري ادفع وخلاص. الناس دي بنسبه كبيره بتبقى بتعرف تعمل الشغل، يعني التصميم هيطلعوا لك تصميم حلو جدا، الفيديو هيعملوا لك فيديوهات حلوه جدا، ولكن تسويق للاسف مفيش. الناس دي بياعه بتبقى مؤديه. ايه الفرق بين التأدية وما بين التسويق؟ التأدية ان انا اكون بأدي الشغلانه، حد بيقول لي اعمل لي تصميم بروح اعمل التصميم، لكن التسويق هو اني بيبقى عندي فكر تسويقي وبحط استراتيجيه تسويقيه وفقا ليها ببتدي اشوف طلباتك ايه واحتياجاتك ايه كبراند واشتغل. فارجوك موضوع الباقات ده نبعد عنه علشان ما نبقاش بنشتغل مع مؤديين، ولما نيجي نفكر في ان احنا نعمل تسويق نروح لماركتير، حد بيفكر بتفكير استراتيجي تسويقي، بيحط خطه تسويقيه ووفقا للخطه ديت بيبتدي يشتغل وينفذ.